أهلا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من أبن التحليات تاع البرتقال. هذه التحلية رقم واحد، صدقوني بنينة بنينة روعة منعشة تبرد القلب وبحجم عائلي، يعني تاكلوا وتوكلوا. جربوها حبيباتي، أكيد راح تعجبكم وما راحش تندموا. وقبل ما نبدا في هذه الوصفه كما العاده نقولكم ما تنساوش هذيك الجام والكومنتار اللي تحفزني، وثاني نحب نشكر كامل المشتركات الوفيات، واكيد جدد اللي دخلوني نقولكم اهلا وسهلا، نورتوا القناه. ونروحوا للوصفه بدون اطاله على بركه الله. هنايا عندي 2 كيسان تاع الحليب، الكاس تاع 220 مليلتر. انا درت عادي الحليب تاع الشكاره، ونضيف 2 ملاعق كبار تاع المايزينا. الملعقه تكون مملوءه. ثاني عندي علبه تاع الفلو ذوق الفانيلا 50 غرام كما راكم تشوفوا، يعني علبه كامله. عندي ثاني عطر البرتقال. هاد العطر تلقاوه عند اللي يبيع الحلويات. هاد لادوز دايره بديميل، درت غير حاجه قليله يعني قطرات، ونخلط هنايا بارد في بارد، وندي هاد الخليط للنار حتى يثقل. شوفوا حتى هذاك الخليط يتماسك ويثقل. نفرغه هنايا في هذا الطبسي كما راكم تشوفوا. نضيف له اول حاجه نصف ملعقه تاع المرغرين، نخلط بالفوي حتى هذيك المرغرين كامل الذوب، ونفرخها في هذا الطبسي ونغطيه بالبابي فيلم. نخليه في الثلاجة حتى يبرد هذاك الخليط ويتماسك بهذا القوام. هنايا نضيف له نص كاس تاع عصير البرتقال، ونضيف له كاس ناقص اصبع تاع غبرة شونتي. انا استعملت لا مارك هذيك بيجو، تساعدكم بزاف وتطلع بالخف. نخلط هاد المكونات كما راكم تشوفوا بالباتر حتى يتضاعف الحجم تاع هاد الكريمه ويثقل. لازم تتحصلوا على كريمه تكون ثقيله بهذا القوام. هنايا راح نخليها بجهه ونديرها في لابوش باه نخدم بها تحليه. جبت هادو لي فيغين. عندي تاني هاد البسكوي كما راكم تشوفوا. راح نغطسه في هاد الحليب اللي كنت درت له تاني شويه تاع العطر البرتقال. وشوفوا هنايا نحكم حبه نغطسها في هذاك الحليب، ونعاود نستفها في هاد لي فيغين. درت انايا تقريبا 3 حبات في القاعده الاولى كما راكم تشوفوا. حاولوا تغطسوا هذاك البسكوي وتعاودوا تخرجوه، يعني ما تخلوش حتى يتفتت. نوزع كامل هاد الطبقه تاع البسكوي على هاد لي فيغين. شوفوا بهذا الشكل. ولا بغيتوا ديروا يعني كامل هذه التحليه في هذاك المول الاسطوري تقدروا، يعني ما ديروش هادو لي فيغين. جبت هذيك الكريمه بعد ما بردت وتماسكت، راح نديرها كطبقه ثانيه. تقدروا هنايا تاني تقطعوا شرائح تاع البرتقال وتحطوهم في الوسط. نعاود انايا طبقه ثانيه تاع البسكوي بنفس الطريقه. راح نغطس هنايا البسكوي ونستف تقريبا 3 حبات. الحبه كما راكم تشوفوا راني نقسم فيها ونغطسها هكا، يعني باه تتستف لي غايه في لي فيغين. ونعاود نفس الشيء ندير الكريمه كطبقه. من بعد نجيب ملعقه صغيره ونسقم هذا السطح تاع الكريمه. نعاود ندخل هادو لي فيغين للثلاجه، يعني غير من تحت. نخلي هذيك الكريمه حتى تتماسك ونخدموا الطبقه الاخيره. اول حاجه قبل ما نخدموا الطبقه الاخيره راح ندير لكم هذا التحليه في المول الاسطوري. يعني الا بغيتوا ديروها في لي فيغين ديروها، بغيتوا ديروا 2 بلاوات تاع المول الاسطوري ديروا ديريكت 2 بلاوات. شوفوا جبت هذاك البسكوي عادي نشمخه في الحليب تاني، وندير 2 طبقات تاع البسكوي هكا، يعني باه ما تحسوش راكم تاكلوا غير في الكريمه وحدها، يعني باه تبان الطبقه تاع البسكوي والطبقه تاع الكريمه وهي رايحه. هنايا وزعت كامل هذاك البسكوي. من بعد نجيب الكريمه حتى هي نديرها كطبقه ثانيه، ونعاود
ندير البسكوي. هنايا تقدروا قلت لكم ديروا شرائح تاع البرتقال، تقطعوهم وديروهم في الوسط، غادي البنه تاع البرتقال تجي روعه. ولا حتى اي فاكهه تفضلوها. انا من درت لو تام تاع البرتقال فبغيت كلش نديره بالبرتقال. عاودت الطبقه الاخيره تاع الكريمه ونخلي هاد المول حتى هو في الثلاجه حتى يعني هاد التحليه تتماسك. نروحو نخدمو الكريمه تاع الليمون اللي تجي من الفوق. اول حاجه عندي كاس وربع تاع البرتقال، كنت حصرت تقريبا 2 حبات تاع برتقال. وعندي تاني ملعقه مملوءه تاع المايزينا، وعندي 3 ملاعق كبار تاع السكر نتوما تحكموا فيه. الا كان عندكم هذاك البرتقال الحلو ديروا غير 2 ملاعق، الا كان عندكم هذاك البرتقال الحامض ديروا حتى 3 ملاعق. درت ثاني هذاك العطر تاع البرتقال. هنا يا حبيباتي الا ما عندكمش العطر تقدروا كامل تستغناو عليه، يعني تكتفوا غير بالبرتقال. هنايا خلطت كامل بارد في بارد، اديت هذاك الخليط فوق النار حتى ثقل، نجي نفرغه هنايا في ليفيغين مباشره. بالنسبه لهاد الكريمه كفاتني غير هادو ليفيغين، تسمى عاودت كريمه واحده اخرى ووزعتها على هذاك المول الاسطوري. هذه هي حبيباتي. هنايا تاني درت شويه تاع شرائح تاع البرتقال، وكان عندي شويه تاع بيستاش هكا مطحون درته في الوسط. اما لهاد المول الاسطوري تاني درت شرائح تاع البرتقال هكا في الاطراف، ودرت تاني بنفس الطريقه البيستاش في الوسط. الا كان عندكم نعناع تقدروا تزينوا به، حتى النعناع يعني يتمشى بزاف مع البرتقال ولا الليم. والتزيين اكيد يبقى على حساب واش كان عندكم وعلى حساب الرغبه. المهم حبيباتي هذه هي تحليتنا لنهار اليوم، تحليه البرتقال. بما انه رانا في موسم الحمضيات فاستغلوا الفرصه وديروا هذه التحليه المنعشه. اي وصفه من وصفاتي تجربوها، تبحثوا لي تطبيقاتكم كما العاده فيسبوك انستغرام ولا حتى تيك توك. نقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحكم وفي امان الله، وفي وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.